واخيرا فيديو العاصمه الاداريه الجديده. بما ان في ناس كتير سالتني على العاصمه، فانا انزل اصور العاصمه كلها اجمالا في فيديو واحد نتفرج على كل التفاصيل. النهارده انا يعني هوريك مفاجآت هتشوفها في العاصمه الاداريه، وهتبقى عارف ان احنا من ساعه ما دخلنا من البوابه دي فاحنا دخلنا حرفيا بلد جديده. هتشوف انشاءات ما اعتقدش انك شفتها قبل كده. كل تقريبا اسبوع لو احنا صورنا كل اسبوع في المكان ده هتشوف حاجه مختلفه عن الاسبوع اللي قبليه. هتشوف النهارده معايا دوله جديده. انا حابب ان يكون الفيديو ده الاول فيديو تعريفي للعاصمه الاداريه الجديده. الحياه بدات في العاصمه اوريدي بقى لها فتره، ونبدا نخش من عند المناطق اللي لسه هتتصور، اللي هي الداون تاون، منطقه البنوك. هنلاقي البنك الاهلي، البنك المركزي على ايدينا اليمين. هنا هتبدا تلاقي فيه ناس وعمال وناس شغاله موجودين في المكان. طبعا حاجه شكل جديد جدا على مصر وعلى شكل البنوك اللي موجوده في مصر. منطقه الوزارات انتوا يعني هتنبهروا بيها، هتنبهروا من شكلها على الواقع. كل الخط اللي احنا عليه ده خط الوزارات. هنلاقي كل مبنى بنعدي عليه بوزاره، وهنشوف الخدمات اللي بدات تشتغل والهايبر ماركتس اللي بدات تفتح وكل حاجه. فتابعوا الفيديو عشان اي حد بيسال عن القصه بتاعت الخدمات. فالخدمات موجوده من النهارده. طبعا دي الاتوبيسات زي ما احنا شايفين بتنقل الموظفين. ان شاء الله يكون فيديو كمان ممتع، وهنعمل فيه كذا حاجه، وهنشوف العاصمه اليوم فيها كله بيمشي ازاي. يلا بينا. مساء الفل عليكم، معاكم عمر خالد. واخيرا فيديو العاصمه الاداريه الجديده. الفيديو ده كتير جدا من الناس المتابعين عندي، صحابي وحبايبي المغتربين والموجودين في مصر، كانوا مستنيين اني اصور في العاصمه الاداريه، وجالي كومنتس كتير ورسائل كتير على الواتساب ان الناس نفسها تشوف العاصمه الاداريه. الحقيقه العاصمه الاداريه ما اعتقدش ان فيديو واحد يكفيها ولا 100 فيديو يكفيها، لان فيها تفاصيل كتير جدا جدا جدا. بس انا قلت بما ان في ناس كتير سالتني على العاصمه، فانا انزل اصور العاصمه كلها اجمالا في فيديو واحد نتفرج على كل التفاصيل. وده ليه غرض معين، ان في ناس كتير فاكره ان العاصمه الاداريه دي لما بيسمع اسم العاصمه يقول لك ده لسه بقى قدامها مع 10 سنين 15 سنه، لسه ما فيش بني ادمين هناك خالص. ده 80-90% من المطورين هناك نصابين، ومحدش بيبني ومحدش بيسلم، مفيش حياه في المكان. النهارده انا يعني هوريك مفاجآت هتشوفها في العاصمه الاداريه، وهتبقى عارف ان احنا من ساعه ما دخلنا من البوابه دي فاحنا دخلنا حرفيا بلد جديده، دخلنا دوله جديده. هتشوف انشاءات ما اعتقدش انك شفتها قبل كده. هتشوف تطور لانشاءات رهيب. كل تقريبا اسبوع لو احنا صورنا كل اسبوع في المكان ده هتشوف حاجه مختلفه عن الاسبوع اللي قبليه. والفيديو ده برضو هتعرف فيه قصه عن العاصمه الاداريه، وازاي بدات العاصمه الاداريه، وهي متكونه من ايه او فيها ايه، ومتخطط لها ازاي، ومتقسمه ازاي، وايه هي الاحياء السكنيه، وايه الاحياء اللي فيها مولات، والاحياء اللي فيها البنوك والحكومه ومجلس الشعب والبنوك. ويعني هتشوف النهارده معايا دوله جديده. هنمسك مكان بالتفصيل في الفيديوهات اللي جايه، هنتكلم فيه وفي تفاصيله، في اسعاره، وازاي تستثمر فيه. ولكن في البدايه انا حابب ان يكون الفيديو ده الاول فيديو تعريفي للعاصمه الاداريه الجديده. مش عايز اطول عليكم المقدمه عشان تستمتعوا بشكل العاصمه وبكل الحاجات العجيبه اللي هنشوفها سوا مع بعض. فحابب نكمل التفاصيل ونحكي حكايه العاصمه واحنا بنتحرك جوه العاصمه. فيلا بينا وتابعوا الفيديو للاخر، هو فيديو مهم جدا جدا جدا، وان شاء الله يكون فيديو كمان ممتع، وهنعمل فيه كذا حاجه، وهنشوف العاصمه اليوم فيها كله بيمشي ازاي. يلا بينا. طيب احنا يعني كنا بنصور المقدمه او الانترو من اول العاصمه الاداريه من ساعه ما دخلنا من البوابات، ودلوقتي احنا ماشيين على محور محمد بن زايد الجنوبي. والعاصمه فيها 2 محور محمد بن زايد، محور محمد بن زايد الجنوبي ومحور محمد بن زايد الشمالي. طبعا زي ما اتفقنا احنا هنتكلم في تفاصيل النهارده سريعه عن كل مكان في العاصمه، وبعد كده نمسك مكان بالتفصيل. طيب احنا النهارده في مدينه يعني اتقال عليها كتير وناس كتير سمعت عليها، بس ما فيش حد ممكن يكون شافها بالتفصيل قوي، خصوصا اللي موجودين بره مصر، ويسمع بس عن العاصمه الاداريه ممكن يشوفها
في بعض الفيديوهات، لكن انا هنا حابب اخدك في جوله اكنك نزلت العاصمه الاداريه بالظبط، اكنك نزلت اتحركت واتمشيت وشفت كل حاجه في العاصمه الاداريه من اولها لاخرها. فاحنا نبدا نتكلم في العاصمه كلها جزء جزء، ونبدا نتكلم ليه العاصمه الاداريه اتعملت، مساحتها قد ايه، وكل التفاصيل السهله عنها اللي تقدر ان انت تعرفها من الفيديو. فطبعا احنا دلوقتي بنتحرك في محور محمد بن زايد الجنوبي، والعاصمه الاداريه للعلم برضو هي مساحتها حوالي 170 الف فدان. طب هي 170 الف فدان ده يعني ايه تقريبا؟ عشان برضو اللي مش قادر يقدر المساحه دي، اضرب مساحه القاهره في 2.5 مرات، فمساحه جباره، مساحه جباره. طيب يعني هتلاقي التقسيمه بتاعت العاصمه لو ظهر قدامنا على الخريطه، اللي مقسمها راجل فنان، يعني مقسم المناطق السكنيه لوحدها والمناطق الخدميه لوحدها، المناطق التجاريه، مناطق الحكومات، مناطق البنوك، وده طبيعي طبعا هيفصل ده عن ده، فلكل منطقه هنا مسمى. يعني على ايدينا اليمين دي منطقه الارات، هتلاقي فيه منطقه ارات اصلا R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8، من R1 لحد الR8، والR7 والR8 اعتقد ان معظمنا سمع عنها كتير قوي الفتره اللي فاتت، لان دي المناطق السكنيه اللي موجوده في العاصمه، اللي فيها كومباوندز، المطورين اللي بيبنوا فيها، الباقي كله الدوله هي اللي بتبنيها. طيب بعد كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي منطقه مثلا زي منطقه الداون تاون اللي مقسمه كلها الابراج اللي فيها اداري وتجاري وطبي وفندقي، وفي منطقه اسمها منطقه الدبلوماسيين، ومنطقه السفارات اللي بين الR7 والR8. طبعا انا مش عايز اتوهكم شويه في التفاصيل، ولكن احنا بنعتبر الفيديو ده كدردشه مبدئيه، وبعد كده نبدا نصور منطقه منطقه جوه العاصمه واعرفكم كل تفاصيلها، واعرفك ان انت لو بره مصر او جوه مصر وحابب تشتري في العاصمه وتستثمر، فتبدا تعمل ايه خطوه بخطوه، لان هنا المعروض يعني كتير جدا جدا جدا، شركات كتير جدا جدا، فطبعا انت هتوه وسط الاحياء دي كلها. عندك على اليمين دلوقتي ظهر الR4 والR5، دي العمارات كلها اللي احنا شايفينها. لو نجيب الكاميرا على اليمين شويه، العمارات دي كلها الحكومه هي اللي بنياها، مفيش اي مطورين بانيين هنا خالص، ودي عمارات سكنيه بدات تسكن بالفعل في مناطق معينه، ولكن اكتر منطقه بدات تسكن هي الR3، ودي فيها كومباوند المقصد اللي ساكن بنسبه كبيره قوي، وهنخش نشوف المكان ده عامل ازاي والحركه فيه عامله ازاي وعدد السكان فيه قد ايه، هنتفرج على كل حاجه. ولكن احنا الجزء اللي على الشمال هي منطقه البرج الايقوني. طبعا اكيد كتير سمعتوا عن البرج الايقوني، معلش كان المفروض امشي من الشارع الرئيسي عشان تشوفوا اكتر، لكن هنحاول نطلع دلوقتي الشارع الرئيسي، وكده كده هنرجع عليه تاني واحنا راجعين من الجوله بتاعتنا. فدي منطقه البرج الايقوني، ومنطقه يطلق عليها CBD، هتلاقوها برضو موجوده على الخريطه ومعروض فيها مشاريع كتير، تقدر ان انت تشتري فيها مكتب او محل او عياده. طبعا اماكن ممتازه مميزه. خليني اقول لكم سريعا حكايه العاصمه الاداريه، ان احنا في 2015 اتعملت قناه السويس الجديده في 2015، وكانت متارجته ان هي تحقق حوالي 100 مليار دولار، بس للاسف الرقم ده ما حصلش، الرقم ده ما جاش. طب ليه الرقم ده ما جاش؟ لان المستثمرين اعترضوا على بعض الاشياء الموجوده، منها الطرق. قال لك الطرق عندك اصلا خربانه، والنت عندك ضعيف، ومفيش مدينه تقدر نسكن فيها الناس اللي هتشتغل في المصانع عندك، لان مصر اقترحت ان هي تبدا تنقل مصانع المستثمرين على ضفاف قناه السويس عشان يوفر عليهم وقت ومجهود وزياده انتاج. طبعا الحاجات دي كلها كانت هتكسبهم اضعاف مضاعفه عن اللي كانوا بيكسبوها في الاول، ولكن رفضوا طبعا. قال لك لان انت اقرب مدينه عندك القاهره، فانا مش هودي الموظفين عندي كل يوم مشوار 160 كيلو عشان يروحوا يسكنوا، لا احنا مش هنجيلك. فمصر بدات من ساعتها ظبطت موضوع النت بالكابلات الفايبر وعلت سرعه النت، عملت القطار السريع والمونوريل وقطار نقل البضائع اللي بيربط، هتلاقي بقى بيربط من السويس والقاهره العاصمه الاداريه والعلمين ومطروح، وعملت شبكه طرق رهيبه، وعملت العاصمه بقى الاداريه
عشان تجذب المستثمرين ويكون مكان المقرات بتاعتهم ومقرات السكني بتاعتهم ومقرات الشغل بتاعتهم الاقرب للمصانع اللي هتتعمل. وده بالفعل اللي حصل، وده بالفعل اللي حصل دلوقتي. احنا لو ناخد بالنا من الفيديو زي ما احنا شايفين مدينه جديده. لو ناخد بالنا المنظر اللي على الشمال منطقه الابراج، حاجه تحس ان انت مش موجود في مصر، دي بلد تانية، حاجه جديده تماما عن مصر بتحصل دلوقتي. وده يعني فيديو بقى للناس اللي بسمعهم او اللي بيسالوني ويقولوا لي احنا سمعنا ان العاصمه لسه صحراء ولسه ما فيهاش حياه ولسه ما فيش حد خالص موجود في العاصمه، والله اعلم المشروع ده هينجح ولا هيفشل. المشروع ده نجح بالفعل، المشروع ده موجود بالفعل، البنوك بدات تشتغل هنا، الحكومه بدات تنقل، القصر الرئاسي سياده الرئيس بيجي لبعض المؤتمرات، وكان افتتاح القصر من قريب. فطبعا كل ده بيشجع الناس ان هي تيجي وتشتري وتبدا تستثمر في المكان، لان دي من اوائل الطروحات. خلي بالك ال 170 الف فدان اللي احنا اتكلمنا عليهم دول للثلاث مراحل. احنا كل اللي بتسمعه عن العاصمه الاداريه ده اول طرح، يعني كل اللي بتسمعه دي مرحله الاولى. لك ان تتخيل ان كل ده المرحله الاولى، لسه في مرحلتين تانيين ما اتعملش فيهم حاجه ولسه بيطرحوا. لسه كان اخر حاجه مطروحه في العاصمه كسكني هو الار 8، وده اللي بنسمع عنه كتير قوي الايام دي، وكتير دخلوا يسالوني على الار 8 والشركات اللي نازله فيها. وطبعا ده اللي انا يعني بقول دايما، اسال عن الاوراق واسال عن الشركه. وفي شركات كتير تبقى نازله مالهاش سابقه اعمال، وفي شركات بيبقى ليها سابقه اعمال بس عندها مشكله في الورق. فطبعا انتم متعودين اللي هيحتاج يسال على اي حاجه يبعت لي على الواتساب فورا، او يسيب كومنت تحت الفيديو على اليوتيوب، او هيلاقي رقمي في الديسكريبشن اللي على الفيديو، يخش على لينك الواتساب يقدر يبعت لي على طول. يعني شايفين المنظر اللي قدامنا، طبعا انا سايبكم تتفرجوا على المنظر الرهيب اللي احنا شايفينه للابراج. وطبعا دي كده في منتصف حاجه هنا اسمها في العاصمه النهر الاخضر. النهر الاخضر هو طوله يمتد ل 36 كيلو تقريبا او 35 كيلو، وهو فيه يعني مشتمل حاجات كتير. يعني هو فعلا في مناطق خضراء، في منطقه كافيهات ومطاعم على اعلى مستوى، في منطقه بحيرات، وده اطول نهر موجود هنا، او اطول منطقه فيها سنترال بارك موجود هنا العاصمه الاداريه. وكل لما يكون، حتى تلاقي ناس المسوقين يقول لك كل لما يكون قريب من النهر الاخضر او ده باصص على النهر الاخضر او قريب من البرج الايقوني، كل ما هتلاقي سعر وحدتك اغلى وسعر اليونت بيزيد اكتر، سعر ايجارها اكتر في زياده. لو شايفين الناحيه الثانيه في بنزينه شغاله موجوده وفيها براندات مطاعم والناس موجوده فيها وبتستخدمها، والناس هنا موجوده، في هنا جامعات مفتوحه من سنين. وهنعدي دلوقتي على الجامعه الالمانيه اللي موجوده وشغاله، وهنلاقي زحمه قدامها، في عربيات كتير جدا جدا موجوده. احنا هنلف كده هنوريكم الحته الناحيه الثانيه بس عشان تعرفوا ان الحياه بدات في العاصمه اوريدي، بقى لها فتره، مش من دلوقتي كمان، لا بقى لها يعني فتره طويله. الناس شغاله، الناس موجوده، الناس اللي بتدرس. لو ناخد بالنا الناحيه الثانيه اللي على الشمال دي منطقه الجامعه الالمانيه. وزي ما احنا قلنا الحاجات السكنيه كلها من R1 للR 8. طيب هنلاقي بعد كده الجزء اللي عديناه ده البرج الايقوني وحي الملء الاعمال. البرج الايقوني ده للعلم برضو ارتفاعه حوالي 385 متر، وده يعني يعتبر اكبر برج في افريقيا. وفي ابراج معموله برضو في منطقه الداون تاون اللي فيها كلها مولات، برضو من ناطحات السحاب اللي موجوده هناك. حاجه هتكون منظر في غايه الروعه يعني. وعندنا هنا في العاصمه برضو اوتيلات بدات تشتغل. عندك فندق الماسا شغال بقاله فتره وبيتعمل فيه مؤتمرات وبيتعمل فيه حفلات، وفي معالم كتير. انت هتلاحظ هنا في العاصمه كل حاجه بتتقال بيقول لك اكبر معرفش برج، اكبر مسجد، اكبر كنيسه، اكبر، يعني بيحاولوا يعملوا من الحاجات اللي يكون منها هم اكبر حاجه فيها او من الاكبر فيها. لكن الحاجات اللي معموله هنا فعلا حاجات مش عاديه، حاجات لاول مره بتتعمل. انت عندك مسجد مصر ده يسع يعني تقريبا 120 الف مصلي، يعني ده تقريبا يكفي في صلاه عيد لمدينه كامله. هنصوره بالتفصيل المسجد، وهنتكلم عن تفاصيله، وهنشوف كل تفصيله فيه. انتوا هتنبهروا بالشكل بتاع المسجد وبالسلالم بتاعته لوحدها. وده طبعا برضو في مسجد تاني مشهور جدا في العاصمه، مسجد الفتاح العليم بره جنب بوابات العاصمه، ممكن برضو نصوره واحنا راجعين لمسجد الفتاح العليم.
طيب احنا برضو كده مكملين على محور محمد بن زايد. هنبدا نقرب للمنطقه اللي فيها الار 7 والار 8، ودي المناطق السكنيه اللي موجوده في العاصمه. وهنعدي دلوقتي على الكاتدرائيه اللي قدامنا، كاتدرائيه ميلاد المسيح. دي برضو كاتدرائيه كبيره جدا موجوده جوه العاصمه الاداريه. واحنا لسه برضو مكملين على محور محمد بن زايد الجنوبي، احنا لسه في الجنوبي. ممكن واحنا راجعين نرجع من الشمالي ونعدي على منطقه الداون تاون، لان احنا دلوقتي قربنا جدا على منطقه الار 7 والار 8، ودي اللي كان في ناس كتير جدا سالوني عنها، لان دي اللي فيها المناطق السكنيه. طبعا هنصور المناطق الاداريه والتجاريه والطبيه والفندقيه وكل حاجه، ولكن احنا بناخدها بالترتيب زي ما قلت لكم. ده فيديو شامل للمكان كله، وبعد كده نرجع نفسر او نفصص يعني كل منطقه موجوده في العاصمه. طيب احنا هنا كده قربنا جدا من المنطقه وخلاص، يعني هي في وشنا دلوقتي هتبدا منطقه الار 7. ولكن الاول في منطقه المستثمرين اللي على ايدينا الشمال، وبعد كده هنلاقي منطقه الار 7 جوه لما نخش شويه. وده القطر اللي موجود، ده قطر ال ار تي اللي هو القطار الفائق السرعه. ده غير المونوريل عشان برضو تبقوا عارفين، يعني هنشرح برضو بعد كده القطارات اللي موجوده هنا عشان تبقوا عارفين كل واحد ايه هو خط سيره يعني. طيب احنا كده قربنا على الار 7، داخلين على الار 7. وبالتحديد برضو احنا هتلاقي منطقه خدمات موجوده، هنلاقي منطقه جامعات منطقه جامعات البي يو اي. هنا في البي يو اي واشتغلت وخرجت دفعه من قريب. وخلي بالك انت هنا في المناطق السكنيه هتلاقي كله هنا، عشان تبقوا عارفين برضو هنا كله كومباوندز، يعني مفيش عمارات بقى منفصله هنا في الار 7. وتلاقي حاجات زي المناطق اللي كنا بنصورها مثلا اذا كانت بيت الوطن او غيرها. لا، هنا كله كومباوندات كلها. طيب احنا كده يعتبر دخلنا جوه الار 7، وهنبص هنلاقي في كومباوندز كتير طبعا خلصانه. طبعا زي ما يعني متعودين احنا مش بنذكر اسماء الكومباوندز الموجوده او الشركات، لان ده يعني هو فيديو استرشادي وفيديو تعليمي للمكان، وان انت تشوف المكان على ارض الواقع فقط. وتبص على الكومباوندز وتبص على المولات والحاجات الموجوده على ارض الواقع، عشان ما حدش يضحك عليك في منظر المكان فيما بعد. في هنا بقى مدارس وجامعات ومولات ومستشفيات تحت التنفيذ كلها، يعني لسه بتتبني، وفي حاجات خلصت وفي حاجات لسه بتتبني. كل اللي عندنا اليمين ده كله الحي اللي هو الايه الار 7. هنا اغلب المطورين اشتغلوا في الاراضي، يعني ما قليل شويه اللي هتلاقيهم لسه، ولكن في ناس لسه ما اشتغلتش، ولكن زي ما بقول لك هو قليل شويه الناس اللي لسه ما اشتغلوش في الاراضي. المنطقه اللي لسه هتلاقيها بتقوم وبتشتغل هي منطقه الار 8، بتشتغل كانشاءات، يعني لسه الفتره اللي جايه هتشوف فيها شغل وهتشوف فيها انشاءات، وفي لونشز كتير قوي موجوده في الار 8 دلوقتي، وعليها السبوت جامد قوي، عليها تركيز جامد جوه الار 8، لان هو مكان طبعا مستقبله ممتاز هو والار 7. والشركات اللي نازله في الار 8 برضو شركات ممتازه. وخلي بالك هتلاقي ان مساحه الار 8 مساحتها اكبر من الار 7 بنفس عدد الكومباوندز الموجوده في الار 7، فالار 8 هتلاقيها مرتاحه اكتر شويه في المساحات الداخليه والشوارع وبعد الكومباوندز عن بعضها. لسه لحد دلوقتي ماشيين كده جوه الار 7. طبعا يعني انا سايبكم تتفرجوا على الاماكن بتاعه الكومباوندز كلها اللي على الشريط اللي احنا ماشيين فيه. طبعا احنا دلوقتي على الشارع اللي بين منطقه المستثمرين على الشمال، والشمال هنا لو نجيب الجزء ده دي منطقه المستثمرين، وعلى اليمين الار 7 لسه. شوفوا ما شاء الله شكل الكومباوندز والعمارات، يعني حاجه معموله على اعلى مستوى. لو نجيب بس المنظر بتاع الكومباوندز من هنا، حاجه معموله على اعلى مستوى. وهنا لسه هتلاقي فيه اسعار متر كويسه وانظمه سداد كويسه. العاصمه فيها فرص كتير جدا 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 انك ممكن تبدا تشتري بمقدمات قليله وتقسط على 10 سنين و8 سنين. الكلام ده هينتهي لما كل حاجه تبدا تشتغل، هينتهي موضوع التجمع بيتعاد تاني، ولكن على اكبر بكتير جدا 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 من التجمع. وده رايي الشخصي، يعني المكان هنا فعلا انت لازم تمتلك فيه، لازم تمتلك فيه شقه، لازم تستثمر فيه، تشتري مكتب، تشتري محل للمستقبل.
لان المكان ده بعد كده اسعاره هتبقى لا يعني مش هتقدر تشتري في المكان ده بعد كده بعد ما يشتغل، لان اسعاره هتكون خزعبليه وهتكون طبيعي. طيب اللي جنبينا ده حي السفارات، اللي على اليمين حي السفارات، وده هتلاقي بدأ فيه بعض المباني تتبني وبعض السفارات، هتلاقي فيه كمان هو بس مش باين شويه من الرمله اللي محطوطه، ولكن في اعلام لبعض الدول بدأت تتحط. المكان ده يشمل السفارات للدول واماكن السكن بتاعتهم كمان. برضو لسه مكملين لحد ما هنبدأ في الار 8، وهقول لكم الار 8 فين في الفيديو واحنا بنبدأ، عشان ده كتير من الناس زي ما بقول لكم سألوني عليها، لان في ناس كتير بتشتري في الار 8 دلوقتي شقق سكنيه، لان فيها فرص كويسه جدا طبعا. طيب انا حبيت انزل من العربيه علشان احنا وصلنا لمكان الار 8. مكان الار 8 بالتحديد عليه اختلاف من بعض الناس كده، فاكرين ان المكان بتاعه مش لذيذ شويه او لسه الدنيا فيه مش واضحه، لكن انا حابب اوضح لكم ان دي كده مكان الار 8 اللي ظاهر قدامنا. دي كل الكومباوندز موجوده في الار 8، ولسه هنخش جوه كمان. هتلاقي بقى هنا لو نجيب الكاميرا على الجزء ده هتلاقي الار 8 قدامها ايه؟ هتلاقي الار 8 قدامها منطقه الداون تاون اللي باينه، الابراج اللي باينه عندنا هناك. طبعا احنا هنا لسه الصوره مش هتكون يعني وضحت 100%، ولكن حابب اوريك الموقع بالتحديد. قدامنا الداون تاون، برج الايقوني، مسجد مصر. فطبعا هو موقع مستقبلا، يعني بص عليه في المستقبل، بص على الموقع ده للمستقبل، بص عليه النهارده زي اي مكان جديد لسه بيطرح تحت الانشاء، زي الاماكن اللي احنا بنصورها دايما اللي فيها طروحات جديده. هل الاماكن دي بتفضل على وضعها؟ لا، بالتحديد في العاصمه هتتابع الفيديوهات اللي جايه، هنشوف في تطور رهيب في المكان، هنشوف في تطور في الار 8 في الار 7 في مناطق كتير جدا في العاصمه، زي الاماكن اللي كانت في الاول منطقه المحور محمد بن زايد اللي احنا مشينا من عليه، ده كان الدنيا فاضيه فيه خالص، والبرج الايقوني كده كان موجود لوحده، هو منطقه السي بي دي ومفيش سفلته مفيش اي حاجه. وطبعا كان المكان برضو لسه في ناس برضو فاكره ان هو هيفضل صحراء، طب الموقع ده كويس ولا مش كويس ولا ايه؟ فانت زي ما بقول لك خليك ذكي، وخليك ذكي حتى لو انت هتسكن او انت بتستثمر، خليك مستثمر ذكي. بص على المكان او بص للمكان في المستقبل. فانت تخيل مكان زي ده في المستقبل كسكن، بيتك موجود هنا، تطلع بعربيتك موجود منطقه الداون تاون اللي فيها كل حاجه ممكن تحتاجها في الحياه، ومسجد مصر قدامك معلم من معالم العاصمه، وكمان البرج الايقوني قدامك على طول. فطبعا اي حد كان بيشتري في الار 8 او لسه هيشتري في الار 8 فمحتاج يتفرج قوي على الجزء ده من الفيديو لحد ما هنعمل فيديو بالتفصيل الممل على الار 8. يلا بينا نكمل. طيب احنا برضو بنكمل عند منطقة الار 8 اللي على ايدينا اليمين، دي كلها كده بداية منطقة الار 8، ودي الانشاءات اللي موجودة فيها دلوقتي. احنا برضو مكملين شوية في الجزء ده لحد ما هنلف ونرجع تاني عشان نبدأ نشوف منطقة جديدة واحنا راجعين، ونبقى احنا كده خدنا جولة في العاصمة كلها. وبعدين برضو مستني آرائكم واستفساراتكم برضو عن اي مكان، او لو حابين تفهموا تفاصيل اكتر عن اي مكان هنا في العاصمة، تعرفوا رينج الاسعار فيه وتشتري فيه ازاي بطريقة امنة، تراجع عقودك ازاي، تراجع الورق ازاي، ايه الورق اللي موجود هنا في العاصمة. برضو اكتبوا في الكومنتس او ابعتوا لي على طول على الواتساب على الرقم اللي بيتثبت في وصف الفيديو او في اول كومنت. واذا كان استفسارك ايا كان يعني عن سكني بقى، اداري، تجاري، طبي، فندقي، لان طبعا في هنا اختلافات كتير قوي بين المطورين. وفاكرين لما كنا بنتكلم في بيت الوطن وفي المناطق التانية وكنا بنقول ورقها كذا والعقود لازم نضيف فيها بنود كذا ونعمل كذا، برضو هنا في بعض التريكات وبعض الحاجات اللي لازم تبص عليها في الورق ولازم تبص عليها في العقد والحاجات دي كلها. فطبعا محتاج تشتري وانت سائل ومطمن، وما تمشيش ورا كلام اي حد وخلاص، لان للاسف بعض السيلز بيقول لك اي كلام وخلاص عشان البيعه تتم، وفي الاخر انت يعني تتصدم بالواقع فيما بعد. فلازم تتحرى الدقه كويس قوي 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 في الموضوع. العاصمه كويسه وفيها استثمار كويس، السكن فيها ممتاز وكل حاجه ومواقع ممتازه، ولكن تشتري بطريقه صح، تشتري بطريقه صح.
وانا دي رساله لكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو، بالذات وبالاخص، وعلى طول بقول في الفيديو المغتربين. كتير جدا من اللي كانوا بيبعتوا لي للفيديوز التانية والمناطق التانية وهم مغتربين بره مصر وقاعدين واشتغلوا سنين وليه تحويشة عمرهم ويبداوا يشتروا في المكان، فمحتاجين يشتروا بطريقة مظبوطة وسليمة علشان تكون تجربتك دي احسن تجربة خضتها في حياتك ان شاء الله في الاستثمار او في السكن. لان في بلاوي بنسمع عنها، وفي العاصمة بالذات اشياء جديدة ومستجدة، ولو ما تعملتش صح وما اتكتبتش صح هتوديك في داهية. في حاجات هنا طرق للبيع غريبة جدا وحاجات ما فيهاش منطقية خالص، ولكن الكلام بيبقى حلو قوي، لكن يجي وقت التنفيذ لا، الموضوع بيبقى صعب جدا جدا، وتلاقيك يعني خسرت كل اللي انت دفعته. فاحنا كده تقريبا وصلنا للجزء اللي لسه ما فيهوش اي حاجة خالص، في الجزء اللي في الار 8، والطريق اللي هناك ده بيبقى هو نهاية خلاص كده الار 8، نهاية المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. هنرجع تاني، بس هنقطع طبعا الفيديو بقى عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم. هنرجع تاني ونبدأ نخش من عند المناطق اللي لسه هتتصور، اللي هي الداون تاون، منطقة البنوك، منطقة الوزارات. انتوا يعني هتنبهروا بيها، هتنبهروا من شكلها على الواقع. وهنشوف الخدمات اللي بدأت تشتغل والهايبر ماركتس اللي بدأت تفتح وكل حاجة. فتابعوا الفيديو وتابعوا الجزء الثاني من الفيديو، وان شاء الله يعني هتتبسطوا جدا جدا من التطورات اللي موجودة في المكان. يلا بينا. طيب احنا طلعنا من منطقة الار 8، بس احنا يعني قطعنا الفيديو عشان وقت الفيديو نقدر نتفرج على الاماكن كلها والفيديو ما يكونش طويل. واحنا دلوقتي ماشيين جنب المنطقة اللي كنا بنتكلم عنها في الفيديو، اللي هي منطقة الداون تاون. هتلاقي طبعا هنا في ابراج بتوصل لارضي و40 دور و45 دور، ودي المنطقة اللي كنا بنتكلم عنها، اللي كلها المولات اللي بيكون فيها تجاري واداري وطبي وفندقي، وفي طبعا خدمات جوه كتير، وفي مطاعم كتير، ويعني مجمعة كل الخدمات اللي اي حد ممكن يكون محتاجها. ودي قدام المكان على طول اللي فيه الوزارات والحكومة والبنوك. وعايز اقول لك ان المكان ده متخطط انك ممكن لو انت في الوزارات او الجزء بتاع البنوك انت ممكن تخش الداون تاون على رجلك كمان، مش محتاج عربيه. وجنبيك طبعا مسجد مصر، جنبيك مكان لسوق الذهب والداتا سنتر، كل حاجه متقسمه هنا لكل نشاط المكان بتاعه. فده يسهل طبعا على اي حد هيجي المكان فيما بعد ان هو يقدر يوصل للخدمات اللي هو عايزها. طيب هل هنا ممكن نجيب الكاميرا شمال شويه، هل هنا المكان ده تقدر ان انت لو مغترب او موجود في مصر تقدر انت تستثمر؟ طبعا ده يعني فرصه للاستثمار رهيبه، انك في المستقبل هتكون ممتلك هنا مكتب او محل او عياده او وحده فندقيه، هتكون بتكسب ارقام كبيره جدا بعد كده. بس بلاش تجري ورا الناس اللي بتكلمك في ارقام من دلوقتي وبتقول لك ارقام خزعبليه ومكاسب وعوائد، ويعني هنا في كلام كتير جدا برضو مش منطقي شويه، ولكن في المقابل لا، هو في مكاسب حقيقيه وفرص حقيقيه موجوده في الداون تاون، ان انت ممكن تستثمر زي الناس اللي كانت بتستثمر في التجمع بتشتري محلات ومكاتب وعيادات. هنا برضو الفرصه بتتكرر، بس زي ما قلت لك بتتكرر على شكل كبير وعلى هيكل اكبر بكتير جدا. فالداون تاون هي مش منطقه ان هي مجرد محلات بس، دي منطقه كل الناس في العاصمه هتعدي عليها، موظفين بقى الوزارات والمدارس والفنادق والسكان والناس اللي بتزور، هتبقى حركه. فدي يعني ببساطه هتبقى وسط البلد الجديده، وسط البلد الجديده بدل وسط البلد اللي موجوده في التحرير. فدي وسط البلد الجديده اللي اي حد عنده مصلحه او اي حاجه هيجي يخلصها في المكان ده. فمكان طبعا استراتيجي جدا جدا انك تبدا تستثمر فيه وتشتري فيه، والى الان لسه فيه فرص موجوده، بس المهم انك تختار المطور العقاري اللي يسلمك في الميعاد واللي بيعمل منتج فعلا يخدمك في الاستثمار. زي ما هتشوف هنا واضح لنا محطات المونوريل بالفعل اهو، في مونوريل لو نجيب الكاميرا عليه مونوريل شغال واحنا ماشيين، لان هو بدأ المونوريل يشتغل الايام اللي فاتت. فبالفعل احنا شايفين اهو فوق المونوريل بيتحرك، وده حاجة لايف موجودة اهي دلوقتي. وجنبينا الناحية التانية ده مسجد مصر اللي هنخش جوه في فيديو منفصل، وهنشوف كل التفاصيل الموجودة ونتكلم على كل تفاصيله. هنبدأ نرجع تاني ونخش حي الوزارات، وهنتفرج على البنوك وهنتفرج على الخدمات اللي شغالة هناك، والناس هناك
شغلها عادي جدا وبينزلوا من الشغل وبيروحوا، والباصات اللي بتنقل الناس، وهنتفرج على كل المناطق الخدميه اللي موجوده هناك. طيب احنا طلعنا من الداون تاون دلوقتي، حبيت اوريكم برضو المكان اللي على اليمين ده، هتسمعوا عنه لو حد مثلا بيدور على حاجه او بيشتري. منطقه التنزه والتسوق، دي منطقه كلها مولات تجاريه. على ايدينا الشمال ده فندق برضو الفندق الماسة، المنطقه اللي فيها فندق الماسة. فندق الماسة شغال وقام فيه مؤتمرات كتير وحفلات كتير لبعض الشركات كمان. هنلاقي ان احنا اكيد خدنا بالنا منها الفتره اللي فاتت. احنا دلوقتي برضو بنتحرك للمنطقه اللي فيها البنوك والوزارات، المنطقه اللي فيها الحكومه نتفرج عليها. دي منطقه اللي خلصانه بالكامل وفيها خلاص ناس شغاله وكل حاجه زي ما احنا كنا بنوضح في الجزء اللي فات من الفيديو. فاحنا كده يعني بالفعل هنبدا نخش في الزون اللي فيها البنوك. زي ما احنا شايفين بدايه من على ايدينا اليمين بنك القاهره، البنك خلصان بالكامل. في بعض البنوك طبعا بدات هنا تشتغل بشكل تجريبي، وعلى شمالنا البريد المصري. لو نجيب شكل البريد المصري حاجه يعني رهيبه، وده شغال بالفعل. نيجي على يميننا تاني هنلاقي الميدان ده اللي فيه بقى اهو بيقول لك يمين الحي الحكومي، وده مجمع البنوك. هنلاقي البنك الاهلي، البنك المركزي على ايدينا اليمين. هنصور البنك المركزي هنا، هتبدا تلاقي فيه ناس وعمال وناس شغاله موجودين في المكان. طبعا حاجه شكل جديد جدا على مصر وعلى شكل البنوك اللي موجوده في مصر. ده الجزء بتاع البنك المركزي المصري. الجزء الثاني اللي هو في البنك الاهلي المصري. طبعا دي الاتوبيسات زي ما احنا شايفين بتنقل الموظفين. خلينا نكمل ناخد لفه في الميدان. طبعا عندنا هنا برضو في مولات فيها مكاتب اداريه، وعلى فكره الى الان لسه في حاجات مطروحه في المكان ده، وانا شايف ان دي من احسن واسهل الفرص اللي مطروحه دلوقتي، انك شايف كل حاجه في المكان النهارده موجوده عامله ازاي. رجعنا تاني لمنطقه برضو اللي فيها البريد اهو، وبنك مصر قدامنا الناحيه الثانيه جنب بنك القاهره. هنصور بنك مصر، الجزء اللي فيه بنك مصر. رجعنا تاني للجزء بتاع البنك المركزي. طبعا انا اخدت لفه بس في المكان عشان الناس تتابع في الفيديو كويس. هنخش في الزون دي اللي برضو فيها بنوك. هنلاقي البنك السي اي بي في وشنا هناك، وهنا في عمال شغالين، موظفين شغالين، وفي منطقه هنا مليانه اتوبيسات اللي بتنقل الموظفين من مكان عملهم هنا للاماكن بقى خلاص اللي موجوده في القاهره. طبعا فيما بعد الناس دي كلها هتنقل سكنها هنا في العاصمه عشان يكونوا جنب كل الاماكن اللي بيشتغلوا فيها. احنا كملنا على طول هنطلع على المكان اللي فيه الحكومه، بنك قناه السويس اهو على ايدينا الشمال، والسي اي بي. هو برضو المناطق اللي على اليمين دي كلها بنوك، ولكن بعد الجزء اللي احنا شايفينه ده في المباني الصغيره دي بعديها برضو كله هنا في بنوك. طيب مكملين برضو، مش عايز اتكلم كتير عشان اسيبكم تتفرجوا على جمال وحلاوه المكان. على ايدينا الشمال في برضو المصرف المتحد. كل المناطق دي بنوك. ده بنك اسلامي غالبا، بنك فيصل الاسلامي. نلاقي بقى تبدا من اول الجزء اللي احنا داخلين عليه، هنلاقي فيه وزارات. دي وزاره التربيه والتعليم. وعلى فكره الوزارات هنا معظمها هتلاقي 80-90% شغاله، والوزراء بيجوا للاماكن بتاعتهم هنا، والموظفين كلهم اللي موجودين في الوزاره. كل الخط اللي احنا عليه ده خط الوزارات. هنلاقي كل مبنى بنعدي عليه بوزاره، يعني ده وزاره التربيه والتعليم، بعديها وزاره التعليم العالي اللي هي بتاعه الجامعات. طبعا انتوا شايفين منظر مختلف تماما عن وزارات وسط البلد. لو تفتكروا وزارات وسط البلد والزحمه والاماكن الصراحه مش ممهده تماما. الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي برضو الجزء اللي هناك كان فيه باصات كتير. وزاره التضامن الاجتماعي الجزء الناحيه الثانيه برضو في اتوبيسات كتير جدا وناس بتنقل. وزاره الاسكان وشغاله، الناس لو شايفين بيجوا يقضوا المصالح الحكوميه بتاعتهم من هنا. برضو كل ده احنا كل ده كده مكملين. برضو في وزارات على ايدينا اليمين،
وزارة الصناعة، كل الصف ده مليان وزارات. وزارة الصناعة، وزارة العمل، وزارة التعاون الدولي، كل الوزارات اللي ممكن تتخيلها هي موجودة. ونيجي بقى للجزء الكبير جدا، مجلس النواب. مجلس النواب موجود قدامنا، لو نقدر نجيب بالكاميرا هتلاقي مجلس النواب اهي، القبة اللي هناك مجلس النواب، وانعقد فيه كذا جلسة وبدأ فيه تشغيل فعلي. طيب احنا هنلف تاني في الحتة او المنطقة اللي فيها الوزارات. وزارة الخارجية قدامنا اهي، طبعا شكل مختلف تماما، تمهيد مختلف تماما، مفيش زحمة. حتى فيما بعد على فكرة، عشان في ناس تقول لك مفيش زحمة عشان مفيش ناس بتيجي، لا، تخطيط المكان ان هو ما يكونش فيه تكدس رهيب مجمع كل حاجة حوالين بعض، فده مش هيعمل زحمة في الطرق، ان واحد يخلص في وزارة يطلع على وزارة تانية، يروح معرفش فين، يطلع منين. يعني لو نقدر نخش هنا كده هنلاقي في عند الوزارات الناس راكنة، ناس موجودة في شغلها، مكان خلاص شغال يعني ب100%. طبعا انا يعني اتمنى يكون اللي بيتفرجوا على الفيديو فارق معاهم جدا ان هو يشوف كل حاجه على ارض الواقع. زي ما قلت لك، لو انت بره مصر فانا بحاول اخدك في جوله تتفرج على كل حاجه وانت موجود. او شايفين اللي على الشمال ده اصلا موكب لوزير طالع من الوزاره دلوقتي، والاتوبيسات بتاعت نقل الموظفين شغاله، الناس بتركب الاتوبيسات ويتحركوا يروحوا بقى البيت، ينزلوا من العاصمه يرجعوا على البيت. فهو الغرض بس من الراوند اللي هنا دي ان انت تشوف بعينك، عشان ايه ممكن تكون بتسمع يقول لك الوزارات بدات تشتغل وانت مش مدرك قوي ان دي معلومه صحيحه. لا، دي معلومه صحيحه 100%، وزارات فعلا بدات تشتغل. وزي ما احنا شايفين الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، يعني طبعا في زحمه شويه في الجزء ده. في على فكره مناطق خدمات جوه، في حاجات شغاله خدميه للناس العمال. في مطعم اهو، مطعم موجود، المكان اللي على اليمين ده مكان خدمات، ممكن كافيهات موجوده وشغاله جوه. المنطقه دي منطقه خدمات، ودي تخدم طبعا على الموظفين اللي موجودين في الوزارات. وزارة الأوقاف، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كل حاجة هنا معمول حسابها، كل حاجة وكل الوزارات هنا معمول حسابها. فأنت تخيل بقى أنت مثلا تشتري مكتب إداري جنب المناطق دي كلها، ما تفكرش بقى هو هيتأجر ولا لأ، لأنه هو بنسبة 100% هو هيتأجر منك. وبعد فترة كمان هتلاقي في ناس يعني بتتهافت عليه. لو أنت عندك حاجة هنا مقر بقى الشركة وايا كان، لا يعني هتلاقي الموضوع مختلف تماما. طب هنا في مول شغال وفي خدمات وكل حاجة، المول اللي موجود في الحي الحكومي، وده بدأ يشتغل فيه خلاص مطاعم، صيدليات ومحلات. طبعا بالتدريج الحاجات دي هتفتح بالتدريج، يعني ما تفتكرش حاجات كلها شغالة مرة واحدة، لا بالتدريج طبعا هنلاقي المناطق هتبدأ تشتغل والخدمات تبدأ تشتغل. طيب احنا اتحركنا، احنا لسه برضو في الحي الحكومي، ولكن الجزء اللي على اليمين ده عشان بس اي حد برضو بيسأل عن قصة الخدمات، عشان اي حد بيسأل عن القصة بتاعت الخدمات، فالخدمات موجودة من النهاردة. وعايز اقول لكم برضو على حاجة، كارفور فتح فرع ليه هنا كبير في الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، وهيجي دلوقتي، واحنا بالفعل اصلا هننزل كارفور نشتري منه كذا حاجة، لان احنا يعني من الصبح بنصور فايه دخنا شوية. فده برضو لأي حد ساكن في العاصمة أو موجود في العاصمة أو حابب يبقى موجود في العاصمة، ففي مكان تجيب منه خدماتك واحتياجاتك كلها، والمكان مش مقطوع، مش هتطلع بره العاصمة خالص عشان تقدر تجيب حاجة. فإحنا هنكمل الفيديو وهنبدأ نخرج من العاصمة ونصور كل حاجة وإحنا خارجين. طيب إحنا اتحركنا تاني من عند كارفور، ولكن قطعنا مسافة شوية برضو عشان وقت الفيديو،
واحنا دلوقتي على بن زايد الشمالي. على شمالنا لو نجيب بس يا استاذ بديع، على شمالنا المنطقه اللي فيها البرج الايقوني والابراج الصينيه، وعلى يميننا تبدا المناطق السكنيه اللي في الار 3، ودي من اميز الاماكن اللي موجوده هنا. خلي بالكم اللي واخده ميزه ان هي بدات تسكن، يعني بدات تسكن، والفيو بتاعها باصص على طول على منطقه السي بي دي ومنطقه الابراج الصينيه. لو ناخد بالنا منطقه الابراج الصينيه تبان قوي دلوقتي. لو نجيب الكاميرا على الشمال هنا كده، احنا طبعا دلوقتي خلاص الدنيا هتبدا تليل. عايز اقول لكم شكل العاصمه بالليل خيالي، وهنعمل فيديو بالليل ان شاء الله زي ما قبل كده عملنا فيديو في مناطق بالليل عشان نشوف المنطقه بالليل هتبقى عامله ازاي. ولكن احنا دلوقتي خلاص مع نهايه فيديو العاصمه الاداريه. انا اتمنى ما اكون ما طولتش عليكم في الفيديو قوي. انا عارف ان الفيديو ما كانش فيه تفاصيل كتير، ولكن ده كان غرضي من البدايه زي ما قلت لكم في الاول الفيديو، ان احنا بس محتاجين نشوف العاصمه شكلها عامل ازاي، مكانها، الاحياء اللي فيها شكلها عامل ازاي، المناطق الخدميه والتجاريه. على يميننا برضو لسه مكملين في منطقه الار 3، ومنطقه الار 3 فيها منطقه في النص اسمها الام يو 23 اللي على ايدينا اليمين. دي كده منطقه الار 3 وخدمات منطقه الار 3. بعد كده اول لما تخلص منطقه الار 3 هنلاقي منطقه الام يو 23 هنسمع عنها كتير، وسمعنا عنها اكيد كتير، وهتسمعوا عنها كتير الفتره اللي جايه. ودي المنطقه الخدميه اللي بين الارات، هتلاقي بين كل ار وار منطقه خدميه في النص. الام يو 23 فيها مشاريع ممتازه جدا، فيها مشاريع قويه جدا، فيها فرص استثمار كويسه جدا. كل اللي احنا معديين عليه ده لسه كل ده هي احياء سكنيه. طبعا زي ما قلت لكم لحد ما ننزل الفيديوهات اللي جايه بالتفصيل، اللي عايز يستفسر عن اي مشروع، اي اوراق مشروع، عايز يتاكد من صحه اوراق، عايز يضمن او يعني يخش المشروع ويشتري في المشروع وهو مطمن، يبعت لي على رقم الواتساب يسالني في اي وقت عن اي حاجه هو محتاج يسال عليها. دي منطقه الام يو 23 اللي هتبدا تظهر دلوقتي على ايدينا اليمين، اللي فيها المولات اللي مبنيه. في مدرسه هنا شغاله. احنا مره برضو ممكن نبقى نصور في نص اليوم، هتلاقي في زحمه هنا مش طبيعيه لخروج المدارس. نرجع لموضوعنا. زي ما بقول لكم اللي حابب يستفسر عن اي حاجه داخل العاصمه او بره العاصمه حتى، انا بقول لكم ان جنرال، يكتب في الكومنت ونرد عليه ان شاء الله، او يبعت لي على الواتساب دايركت على طول يسالني اذا كان معروض عليه حاجه عايز يتاكد منها، عايز يعرف ايه اللي المفروض يلاقيه في العقد، ويدور على ايه في العقد، ويتاكد من ايه في العقد، ومن صياغه الاوراق وتسلسل الاوراق، ويعرف ايه الاوراق اللي موجوده هنا في العاصمه عشان يبدا يراجعها. يبعت لي في اي وقت. اتمنى يكون كان فيديو مفيد. معلش احنا طولنا شويه المره دي، لكن ده عشان كنت عايز احاول اجيب لكم العاصمه كلها. على فكره احنا برضو ما صورناهاش كلها 100%، لكن ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون لمنطقه منهم. ان شاء الله هنعمل لقاءات مع ناس كمان شغالين بقالهم سنين في العاصمه هنا، اذا كانت في الانشاءات او في التخطيط او ايا كان. في برضو ده بناء على طلب كذا حد من المتابعين، هنتكلم عليها تفاصيل كتير جدا على العاصمه ونفهم فيها اكتر بكتير، واوصل لكم الصوره واضحه وكامله زي ما احنا متعودين ان شاء الله. وشكرا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي لمكان جديد وشرح جديد لمنطقه جديده. شكرا والسلام عليكم.